طيب بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد. الفيديو الثالث في بلاي ليست السوبر بيز اللي هنتكلم فيه عن الكراد اوبريشنز. قبل ما نتكلم عن الكراد اوبريشنز لازم نفهم يعني ايه الكراد اوبريشنز اصلا، وهل دي حاجه مخصصه بس للسوبر بيز ولا دي حاجه عامه في السوفت وير عامه. تمام. فمبدئيا الكراد اوبريشنز هي سي ار يو دي. السي ار يو دي اختصار لكلمه او الاختصار لكذا كلمه اللي هم كرييت وريد وابديت وديليت. خد اول حرف من كل كلمه كون بيه الكلمه اللي هي اسمها الكراد اوبريشنز. طيب ايه هي الكراد اوبريشنز؟ ان انت بتتعامل مع الداتابيز عامه، فعشان تتعامل مع الداتابيز انت محتاج تعمل كذا اوبريشن. او لما تتعامل مثلا مع اي بي اي فانت بتعمل كرييت وريد وابديت وديليت. الكرييت اللي هو البوست، تعمل بوست مثلا. عايز تعمل ريد فانت بتعمل جيت، عايز تعمل ابديت فانت بتعمل باتش مثلا، عايز تعمل ديليت فانت بتعمل ديليت. كل الكلام ده هي عباره عن عمليات بتبدا تتعامل بيها مع الداتابيز بتاعتك، سواء اي بي اي او سواء نو سيكوال داتابيز يعني. فهي دي الكراد اوبريشنز. تمام. فالكراد اوبريشنز احنا عشان نطبقها فطبعا ما فيش مثال احسن من التو دو اب. طيب ايه هو التو دو اب بتاعنا؟ بكل بساطه احنا بننفذ فيه الاربع عمليات بشكل دايركت في الابلكيشن بتاعنا. طيب انا بطبق الكرييت في التاسك ازاي او في التو دو اب ازاي؟ ان انا ببدا ان انا اجي اكتب مثلا، وليكن يعني نكتب اي حاجه، نكتب مهاب. فبعد ما كتبنا مهاب هنبدا ان احنا نعمل البلس ايكون، فبيبدا ان احنا نعمل الاد او الكرييت فانكشن بتاعتنا. فانا اديت له الاسم، بدات ان انا عملت بلس، فانا عملت الكرييت. كرييت معنى كده ان انا رحت في الداتابيز عملت كولم او عملت حاجه جديده اسمها مهاب، فهي دي ده الكرييت بتاعنا. تمام. طيب ايه هو الريد؟ الريد اللي حصل قدامنا دلوقتي، يعني بعد ما انت ضفت الفانكشن بدا ان هو عمل لودنج كده، بعد كده ظهر لك الليسته بتاعه التو دو بتاعتنا غير اللهم الا سكرينه اسمها سمبل كراد سكرين. والسكرينه دي بدات ان انا بسيطها في المين فانكشن بتاعتنا. يعني انا لو جيت في المين فانكشن بتاعتنا هتلاقي ان في الهوم انا مباصي السمبل كراد سكرين عشان يبدا ان هو يجيب لي السكرينه دي اول ما افتح الابلكيشن بتاعنا. تمام. طيب قبل ما تبدا وتعمل اي حاجه بنخش على البروجكت بتاعنا ونبدا ان احنا نعمل كرييت للداتابيس بتاعتنا، او نبدا نعمل للتيبل بتاعنا. في السوبر بيز حاجه اسمها التيبل. التيبل ده عباره زي الفاير ستور مثلا في الفاير بيز. تبدا ان انت بتعمل زي كوليكشن جديده، الكوليكشن بتاعت الفاير بيز هي التيبل بتاعت السوبر بيز. فانت بتبدا ان انت تعمل كوليكشن او بتبدا ان انت تعمل تيبل جديد. فبنبدا ان احنا نضيف الكلام ده منين؟ من حاجه اسمها تيبل اديتور على الشمال. هتلاقي ان انا عملت تيبل اسمه تاسكس، والتاسكس ده عباره عن كذا فاريبل او كذا اتريبيوت، يعني ده اللي انا محتاجه. بدات ان انا عملت الاي دي، وعملت حاجه اسمها كرييتد ات، وعملت التاسك، وعملت از كومبليت. تمام. الاي دي ده هو كل تاسك انت بتعمله او كل تو دو انت بتعملها ليها اي دي معين خاص بيها، عشان انا بحتاجه بعد كده لما باجي اعمل ابديت او لما باجي اعمل ديليت. فانا مش هديليت اي حاجه، انا لازم اقول له ديليت التاسك الفلانيه، فانا ببدا ان انا ببصي له الاي دي بتاعي. تمام. الكريتد ات ده التوقيت اللي انا عملت فيه التو دو عشان ابدا ان انا ارتب الكلام ده كله. فانا لما باجي اعمل اد لكذا تاسك فبيبدا ان هو يرتبهم لي بالاخير ثم اللي قبله يعني. تمام. بعد كده التاسك اللي هي التكست بتاعتي، اللي هو انا لما جيت كتبت مهاب فهو ده التكست بتاعي، فده بيبقى اسم التودو بتاعتك او اسم التاسكايه بتاعتك. وفي الاخر از كومبليتد ده عباره عن بوليان اللي انا بدات ان انا اعمل التشيك عليه، بقول له والله لو هو ترو فانا بالنسبه لي التودو ده خلاص خلص، لو بفولس فهو لسه التاسك ده ما اتعملش. تمام. طيب بنبدا نضيف بقى التيبل ده ازاي؟ لو جينا مسحنا مثلا التاسك ده او جينا مسحنا التيبل ده قصدي، طيب بريك سريع ورجعنا تاني. لو جينا بصينا بعد ما عملنا ديليت للتيبل بتاعنا هتلاقي ان هو في الابلكيشن اوتوماتيك قاعد بيلود وخلاص، عشان هو مش عارف يجيب التيبل بتاعنا، فهو ضارب اكسبشن في الابلكيشن بتاعنا. فانت ممكن تيجي تعمل اد نيو تيبل او ممكن تضيفه من السيكوال اديتور على طول. فانا لو جيت عملت رن للكوماند ده
هتلاقي ان هو عمل لي تيبل جديد اسمه تاسكس، فهتلاقي ان اللودنج اختفى لان هو اتعرف على التيبل، فخلاص ما جربش الاكسبشن، كل حاجه بقت مظبوطه. ولو جينا نضيف تاسك دلوقتي هتلاقي ان هو بيسمى عادي في الداتابيس. فخلينا باختصار يعني نشرح الكراد اوبريشنز بتاعتنا. سيبك من الجيت، خلينا نتكلم الاول عن الاد. طيب الاد ده اللي هو اول فانكشن عندنا اللي هي كرييت، تمام. عايز ابدا ان انا اكلم السوبر بيز واقول له انا عايز اعمل كرييت لتاسكايه جديده او عايز اعمل تو دو جديده، تمام. فانا عملت فانكشن عندي اسمها الاد تاسك، تمام. سيبك من الكلام ده كله، انت اللي يهمك كله الفانكشن دي. تعمل اويت على السوبر بيز انستنس بتاعنا، بعد كده تقول له فروم تاسكس. يعني ايه فروم تاسكس؟ انت من الاخر بيبقى عندك في السوبر بيز بيبقى ممكن يبقى عندك اكتر من تيبل، فانت عايز تقول له انا عايز امسك التيبل بتاع التاسكس، بعد كده تمسك جواه تخش تبدا ان انت تعمل كرييت، تمام. فانت الاول لازم تعرف السوبر بيز انت رايح تتعامل مع انهي تيبل. لو عندك اكتر من تيبل فانت هنا حددت قلت له انا والله عايز التيبل بتاع التاسكس، تمام. طيب اول خطوه في اي اوبريشن احنا هنعملها النهارده تبدا ان انت تحدد التيبل بتاعك، تمام. طيب بعد كده الفانكشن بتاعه السوبر بيز اللي هي مسؤوله عن الكرييشن اسمها انسيرت، تمام. فاحنا بعد ما مسكنا التيبل بتاع التاسكس قلنا له اعمل لي انسيرت لتاسكايه جديده، تمام. طيب التاسكايه دي خدت منك ايه؟ تبدا بقى ان انت تنسرت اي حاجه من الفاليوز اللي احنا ضفناها. ضفنا حاجه اسمها تاسك وضفنا حاجه اسمها اس كومبليت، تمام. طيب لو جينا بصينا انا هنا عامل الكولوم، تمام. ممكن نعمل اديت للكولوم، انا عامله اس كومبليتد وهو هناك موجود اس كومبليت، تمام. فخلينا نعدل الاسم بس مفيش فيه اي مشكله. طيب انا عملت ايه دلوقتي؟ بدات ان انا ضفت تو دو جديده او ضفت تاسك جديده، واخد منه التاسك اللي هي السترنج وده واخد منه البوليان اللي هو اس كومبليت، تمام. طيب بعد كده خلاص انا عملت سوبر بيز دوت فروم التاسك، مسكت التيبل بتاعتي عملت انسيرت واديته الفاريبلز بتاعتي اللي هي الاسم والبوليان بتاعها، تمام. طيب لو جينا بعد كده انا بعمل ايه؟ اول حاجه انا بتشيك ان التكست فيلد ده مش امتي، عشان هو من دلوقتي ممكن يبقى التكست فيلد امتي وممكن اروح اعمل اد فتلاقي ان هو ما بيعملش اي حاجه لان انا برجع بعمل ريتيرن وخلاص، فانا مش بعمل اي اوبريشن لو هو فاضي. ببدا ان انا انفذ الكلام ده لو هو بدا يكتب اي حاجه، تمام. بعد كده ببدا ان انا اظهر اللودنج عشان ابين ان انا بعمل عمليه لودنج عشان اليوزر ما يحسش ان ده كراش في الابلكيشن او حاجه. وفي الاخر انا بعمل الجيت تاسكس. طيب انا بعمل جيت تاسكس ليه؟ عشان بمجرد ما اضيف التاسك بتاعتي هبدا ان انا اعمل كول للفانكشن عشان تعرض لي الليسته بتاعتي، تمام. طيب ده بالنسبه للكرييت فانكشن بتاعتنا. الكراد اوبريشنز اول واحده كرييت، تاني واحده الريد. طيب الريد ده عباره عن ايه؟ ان انا ببدا ان انا ليسن، خلاص انا ضفت تاسك جديده. طب خلينا الاول نضيف تاسك جديده ونشوف هتسمع ولا لا. سميه نيو تاسك مثلا، تمام. مجرد ما عملت الاسم وعملت اد هتلاقي ان هي ضافت قدامك عشان احنا عملنا كل الجيت تاسكس. ولو جيت عملت ريفرش هنا في السوبر بيز هتلاقي ان في تاسكايه جديده اتضافت اللي هي قدامك موجوده قدامك هنا، تمام. فانا دلوقتي عملت كرييت، تمام. عايز ان انا بقى اعمل ليسن على الليسته دي، يعني انا قدامي الليسته بتاعت التاسكس عايز ابدا ان انا اجيب الليسته دي كلها واعرضها قدام اليوزر، تمام. فانا ببدا اعمل الكلام ده ازاي؟ نفس الكلام فانكشن برضو انت المهم بالنسبه لك الجزئيه دي. عملت اويت على السوبر بيز، طبعا زي ما اتفقنا ان احنا اول حاجه بنعملها في اي كول بنعملها ان احنا نعرفه التيبل اللي احنا هنتعامل معاه. فاحنا هنا عملنا فروم تاسكس نفس اللي عملناه في الخطوه اللي فاتت، تمام. عملت سيلكت واديته الستار جوه. طيب ده معناه ايه؟ معناه ان هو سيلكت اول. الستار دي لو انت جاي من بيزكس بروجرامنج او حاجه تعرف ان الستار دي اللي هي سيلكت اول او معناها اول يعني عامه. فانا قلت له والله جوه التيبل اللي اسمه تاسكس امسك لي كل الايتمز الموجوده جوه التيبل، تمام. بعد كده عملت اوبريشن ثانيه اسمها اوردر. طيب اوردر ده معناه ايه؟ انا ببدا ان انا ارتب سواء ascending او descending، يعني من الاخر للاول او من الاول للاخر زي ما انا حدد عادي. طيب بناء على ايه الاسcending والديسندنج؟ بناء على الكريتد اد. كريتد اد
ده التايم اللي انا عملت فيه، فانا عايز ارتبه بناء على الاحدث فالاقدم او الاقدم فالاحدث زي ما انت عايز. يعني لو عملت اسندنج هتلاقي ان هو عكس الليسته الناحيه الثانيه. الكريتد ات لو جينا بصينا في التيبل هتلاقي ان هو عباره عن تايم ستامب، الوقت اللي انت عملت فيه التاسكايه هبدا ان انا افلتر او ان انا اسورت على اساس التايم ده. تمام كده عملنا الجيت بتاعتنا، وفي الاخر عملت سيت ستيت، عرضت الليسته اللي انا جبتها دي جوه التاسكس. التاسكس دي عباره عن، لو جينا بصينا كده تلاقي عباره عن ان هي ليست اوف ماب اوف سترينج ودايناميك. طبعا انت لو عايز تعمل موديل بقى للكلام ده طبعا ما فيش فيه اي مشكله، احنا بس مجرد ديمو بوريك يعني ازاي تتعامل مع الكراد اوبريشنز بتاعت السوبر بيز. تمام طيب بعد ما عملنا الكرييت وبعد ما عملنا الريد محتاجين ان احنا بقى نعمل ابديت. طيب المثال الابديت ده بناء على ايه؟ طيب لو جينا بصينا على التيبل بتاعنا، لو بصينا على التاسكايه اللي اسمها نيو تاسك هتلاقي ان الاس كومبليت بتاعتها معموله فولس. تمام طيب لو جيت عندي في الابلكيشن وعملت تشيك على التاسكايه دي، تمام هو كده عملها تشيك. فلو جينا عملنا ريفرش للويب سايت بتاعنا وجينا بصينا على التاسكايه هتلاقي ان الاس كومبليت بقت معموله بترو. فانا خلاص انا كده بالنسبه لي التاسكايه دي بقت معموله، يعني عملت توجل، يعني الابديت من الاخر انا مش بعدل في الايتم كله، لا انا عندي اتريبيوت او عندي فاريبل معين جوه جوه يعني كولم معين عايز اغيره جوه الايتمز الموجوده في التاسكس. تمام فمن الاخر الابديت عباره عن ايه؟ ان انا بغير اتريبيوت او ان انا بغير فاريبل بس جوه الايتم جوه التيبل بتاعتي او جوه الكولم اللي جوه التيبل بتاعتي، مش بغير الايتم ككل، لا انا بغير اتريبيوت واحد بس. تمام فلو جينا بصينا على الفانكشن بتاعه التوجل هتلاقي برضو نفس الكلام زي ما اتفقنا ان احنا دايما بنمسك التيبل بتاعنا. خلاص احنا عرفنا الخطوه دي. بعد ما مسكنا التيبل بدات بقى ان انا اقول له اعمل لي ابديت. طيب اعمل لي ابديت لايه؟ بديله اسم الاتريبيوت او اسم الكولم اللي انا عايز اعدله. تمام وبديله الفاليو بتاعتي، يعني سواء انا عندي ترو بعكسها بديها فولس، ولو هي فولس خليها بترو بعكسها الناحيه الثانيه. تمام طيب انا عملت الكلام ده لانهي ايتم؟ انا ما عرفتوش انا عملته لانهي ايتم، فانا هنا عملت دوت اي كيو. اي كيو اللي هي ايكوال، او من الاخر في الفاير بيس احنا كنا بنعملها العكس، يعني كنت بتجيب التيبل او الكوليكشن بتاعتك بعد كده بتخش تمسك الايتم بتاعك بعد كده بتغير الفاريبل اللي انت عايزه. في السوبر بيس هنا بقى العكس، فانا دلوقتي مسكت التيبل بعد كده قلت له اعمل لي ابديت للاتريبيوت اللي اسمه كومبليت. تمام طيب انا اعمل ابديت لانهي ايتم بقى؟ الايتم اللي الاي دي بتاعه بيكوال الاي دي اللي انا بعته لك. تمام طب الاي دي ده انا جايبه منين؟ لو جينا بصينا هنا هتلاقي انا عامل ليست فيو دوت بيلدر بعرض فيها الليسته بتاعتي بتاعت التاسكس، فانا معايا الاندكس، فانا هنا معايا الاندكس. خلاص انا ماسك الليسته كلها وماسك كل ايتم او كل اندكس جوه الليسته، فانا عملت التوجل هيبدا ان هو يابديت الايتم اللي الاي دي بتاعه كذا. تمام وصلت الفكره؟ بس هي دي. بعد كده خلاص احنا خلصنا الكرييت وخلصنا الريد وخلصنا الابديت، ناقص بس الديليت. طبعا الديليت ما فيش اسهل منها، نفس الكلام نفس فكره التوجل بالظبط، بس ان انت هتعمل ديليت بدل الابديت. تمام فنفس الكلام مسكنا التيبل اللي اسمها تاسكس بعد كده عملت دوت ديليت. طيب انا نفذت الفانكشن على انهي ايتم؟ ايتم اللي الاي دي بتاعه بيكوال الاي دي اللي انا بسيطه لك. تمام فانا كده عرفت ان انا عايز اديليت الايتم ده بس مش الايتمز كلها.